السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بمناسبة البرد اللي جاي لنا في الطريق ده، يلا نعمل النهارده طريقتين للبطاطا بجد حلوين جدا، هينسوكم الشتاء وهيخلوكم مشعين للحرارة والدفى. يلا نشوف الطريقة ازاي. هنجيب بقى البطاطا تكون مقلبظة كده ومليانة علشان تنفع للطريقتين اللي احنا هنعملهم النهارده. طبعا تجيب الكمية اللي انت عايزاها، وبعدين هنجيب كمان ورقتين من الزبدة، هنبلهم كويس تحت الحنفية كده ونعصرهم عصرة كويسة لان انا عايزاهم بس يدوب منديين. هنفرش الورقة الأولانية في الحلة من تحت، وبعدين نرص عليها البطاطا. تمام جدا. هنجيب بقى الورقة التانية ونقفل الحلة كويس، وكمان نديها بخة خفيفة كده من المية، ونغطي الحلة بغطا محكم ونرفعها على نار عالية. ساعة ما نلاقي في بخار كده وتكثف على غطا الحلة، خلاص هوطي النار جدا وخليها هادية خالص. تلت ساعة ولا نص ساعة بالكتير هتكون مستوية وزي الفل. تعالوا نشوف كده. تمام، بقت جميلة جدا. يلا هنجرب بقى في واحدة الطريقة بتاعتنا، وانتوا بقى هتكملوا بقى ايه مع الباقي. هنجيب واحدة ونفتحها بالشكل ده. حاولي بقى كده ايه يعني تعملي فيها شكل بالشوكة علشان يعني تشرب الحاجات اللي احنا هنحطها عليها. هنبدأ الأول بزبدة الفول السوداني. طبعا هي ماسكة في بعضها ومتجمدة علشان البرد. مجرد ما تتحط على البطاطا كده وهي سخنة هتسيح عليها على طول. طبعا انتوا عارفين زبدة الفول السوداني قد ايه مغذية وجميلة. وبعدين لقيت شوية عسل كده، قلت بقى اجيبهم احطهم على زبدة الفول السوداني مع البطاطا. بجد اختراع. وبعدين شوية من عين الجمل او الجوز. ما عندكيش انزلي بشوية فول سوداني جروشيه كده وحطيه عليها، يبقى جميل جدا. بس بجد يا جماعة الوصفة دي ممتازة روعة، والله طعمها يعني وهم. جربوها هتعجبكم جدا. هننسى خالص حاجة اسمها بطاطا مشوية بجد. شايفين الشكل والجمال؟ ما اقولكوش بقى على الطعم كمان. وتنفع كمان طبق حلو لو حد جايلك كده في الشتاء في البرد ده وعندك بطاطا، على طول قومي اعمليها في نص ساعة هتكون جاهزة، واحلى طبق حلو ممكن تقدميه. بسيط وسهل. ويا ستي ما تنعيش هم المكسرات لو ما عندكيش. زي ما قلت لك هما شوية فول سوداني، اكتفي بس بزبدة الفول السوداني مع البطاطا والعسل، هتبقى حلوة جدا. يلا نشوف الطريقة التانية. هتجيبي البطاطا وتقشريها عادي جدا، وهنقطعها دواير كده بالشكل ده. الحتت المتقطعة على جنب دي ما تركزوش معاها قوي، انا هقوم معاها بالواجب دلوقتي. خلينا بقى في الحتت السليمة. ايوه انا عايزاها دواير كده بالشكل ده. وهنجيب بقى مقلاية كده ونحط فيها قطعة من الزبدة البلدي تسيح، ننزل عليها بقطع البطاطا بالشكل ده. طبعا انا بعمل لك بس نموذج، انت تقدري بقى تعملي الكمية اللي عندك كلها على حسب اللي عايز طبعا بأي طعم. بس بجد كمان الطريقة دي طعمها حلو جدا جدا. هنحطها تتحمر من ناحية نقلبها على الناحية التانية، هتبقى بالشكل ده. الريحة بقى يا جماعة الريحة فظيعة، يعني لو في فرصة ان الريحة تطلع من الكاميرا تبقى حاجة جميلة جدا. هننقلها في الطبق بقى كده زي ما انت شايفة، وبرضو مش هنحرمها من شوية عسل. زي الفل، ما شاء الله. طيب في شوية جوز هند على جنب كده، تمام. هاتيهم بقى كده وجرنشي بيهم الطبق. يا نهار ابيض، بجد معدية خيال علمي يا جماعة. اللي بيحصل ده في الفيديو ده خيال علمي، ارجوكم تجربوه. طبق حلو سهل جميل لذيذ. لو عندك انتي ابتكارات تانية اللي ممكن تقدميها بيه مفيش مشكلة، بس الفكرة ان هو تغيير عن التقليدي اللي هي البطاطا المشوية اللي احنا اتعودنا عليها. وكمان البطاطا المشوية ما على عيننا وعلى راسنا يا اهلا وسهلا وكل حاجة، بس بنقول ايه شيء من التغيير علشان خاطر يعني يبقى الطبق كمان مغذي ومفيد.
قيمته الغذائية عالية ما شاء الله، بجد طعمها أكثر من روعة. إن شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب مطبخ أماني شتا. دمتم في أمان الله، مع السلامة.